الربط او الوحده بين الفنون المختلفه. ويمكن النهارده موضوع مختلف، الربط ما بين الفنون من نفس الجنس، ولكن عندنا كل نوع او كل روايه او كل عمل ادبي ليه خصوصيه فريده ومتميز بسمات وبصفات كاتبها ومؤلفها، اللي هي عيد عبد الحليم بجائزة ديوان الفصحى في معرض القاهرة. فبنبارك لحضرتك وبنبارك للصديق هوشينج أوسي على صدور الرواية. فأنا محظوظ بالمنصة ومحظوظ بالحضور الجميل، طبعا ببارك لكل الناس اللي ليها اصدارات هذا العام، ومش عايز انسى فريق ارتل كمان، حنان عزيز بنبارك لها صدور حلم في حقيبه، والغربي عمران وروايه ظلمه جاهيل، وهوشينج أوسي وروايه مجدي للمجهول. والغربي عمران محمد الغربي عمران هو كاتب وروائي يمني من محافظة زمار، حصل على الماجستير في التاريخ وبدأ كتابته الأدبية بمجموعات قصصية كتيرة، الشراشف، الظل العاري، ختام بلقيس، منارة سوداء، حليم أعزكم الله، والروايات مصحف أحمر مثيرة للجدل، ظلمة يائيل، وما فيه من العنوان من هجنة حتى على مستوى العنوان، ظلمة ويائيل اللي هي الاسم الله باللغة العبرية، حتى ذكرت في الكتاب المقدس إيلي إيلي لماذا شبكتني، اللي هي معناها الله الله لماذا شبكتني، ومملكة الجواري، ومسامرة الموتى، وساور مأرب مؤخرا اللي بنبارك له عليه. حصل الغربي عمران على عدة جوائز، جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي عن روايته ظلمة يائيل اللي هي موضوع النقاش النهارده في دورتها الثانية عام 2013. فازت مملكة الجواري رواية بجائزة كتارة للرواية العربية 2016، إلا أنها حجبت نظرا لنشر الرواية قبل إعلان الفوز بشهرين. بالإضافة للنشاط الأدبي عدة مناصب. الرواية الثانية هوشينج أوسي والصديق الثاني والعزيز الثاني. هوشينج روائي وشاعر كردي سوري، وهو يحتاج دايما انه يبقى الاثنين مع بعض، كردي سوري، يحمل الجنسية البلجيكية، يكتب باللغة العربية والكردية، نشرت لي في صحف كتيرة طبعا مقالات كتيرة جدا، يعني القائمة طويلة بس أنا عشان الوقت. بالنسبة للروايات المنشورة وطأة اليقين وتم ترجمتها للفرنسية أو الإنجليزية، حفلة أوهام مفتوحة، الأفغاني سماوات خالقة، كأنني لم أكن، بالوكالة عن الغيب وبالإصالة عن الكارثة، مبني للمجهول، وده موضوع مناقشتنا النهارده. ترجمت نماذج من قصائد هوشينج إلى الهولندية والإنجليزية والفرنسية والتركية، وصدر له عن مركز الشعر بلجيكا ديوان لست حرا باللغتين الهولندية والعربية. طبعا عضو نادي القلم البلجيكي، تم تكريمه في الرواية العربية فلسطين 2019، وفي معرض الدولي في تونس 2021، وفي مهرجان كلاوي في السلمانية كردستان العراق، وله أنشطة ومشاركات في عدد كبير من المحافل الأدبية. مساء الخير للجميع. أنا حرفع صوتي على أمل أنه كمان الحضور أثناء المناقشات والمنصة أيضا شوي يرفعوا صوتهم. الفكرة تصل بأقل قدر ممكن من الخسائر. مفهوم الهوية تناولته الفلسفات
والنصوص المقدسة أيضا تحدثت عن الهوية في طابعها الديني أو المناطقي أو المحلي. الهوية أيضا انتقلت إلى الآداب والفنون. عندما يتحدث الناقد عن هوية جنس أدبي وتصنيفه فهو في هذا الإطار، لم يخرج من إطار الهوية. عندما يتحدث عن في سياقات الأدبية، والهوية متى تظهر بشكلها الفاقع؟ عندما تشعر بالخطر، عندما يتحدثها خطر خارجي من هويات أخرى. ودائما هنالك شيء واضح للعيان، يعني صراع الهويات موجود منذ يعني القدم وحتى الآن بين الريف والمدينة وبين الطبقات، ودائما هنالك شيء من هذا الصراع. هذا الصراع ممكن أن يكون إيجابيا ينتج قيم خير ومحبة وجمال، وممكن أن يكون سلبيا ينتج حروب. في اشتغالاتي على موضوع الهوية ده بالنسبة لي على الصعيد الأدبي موضوع استراتيجي. دائما الأعمال الأدبية التي صدرت لي هنالك دائما سؤال الهوية، لأنه سؤال مفتوح لا يخضع لإجابة قطعية شافية. كل البلدان مثلا مصر، المصريون يسألون فين هوية مصر مثلا، السوريون أين هوية سوريا، اليمنيين أين هوية اليمن. وهذا السؤال يبرز سياسيا وثقافيا وفنيا وأدبيا في مراحل الأزمات وأيضا في مراحل السلم. يعني الموضوع غير محصور بفترة الأزمات. شخصيا أحاول أن أطرح الهوية الكردية بوصفي كرديا، والهوية السورية بوصفي سوريا، الجانب القومي والجانب الوطني في الإطار المندمج الإنساني. فنصوصي الروائية ومنها روايتي الأخيرة مبني للمجهول، يعني أنا كناقد لا أصف نفسي بناقد، لكن كرؤية نقدية هذه النصوص الروائية تتعدد فيها الثقافات، تتعدد فيها الهويات، وأحيانا هنالك حالة صراع ما بين الهويات، لكن هنالك حالة تتجاوز الصراع. يعني قصص الحب المبنية عن اختلاف في الهويات الدينية، اختلاف في الهوية المناطقية أو القومية. وفي هذه الرواية أيضا حاولت أن أعالج المعني بالهوية رجل الدين، مثلا في شخصية رجل الدين الدرزي، الفتاة التي تنتمي للطائفة الدرزية، والشاب فرهاد الكردي السني، وحالة وقصة الحب بينهما. رجل الدين يصل إلى نقطة أنه الموضوع بحاجة إلى إصلاح. دائما الحالة السياسية والحالة الثقافية والحالة الدينية ينبغي أن تكون خاضعة للإصلاح. الرواية في تقديري، وأنا في هذا المسعى دائما أتوجه نحو المصالحة، إصلاح المشاكل والمصالحة وتقريب الهوة أو تجسيد الهوة ما بين الاختلافات الموجودة بين الهوية. آمل أن تكون الفكرة واضحة ووصلت. شكرا جزيلا. يتحقق بالشعور الغريزي بالانتماء إلى الجماعة والذوبان فيها مع وجود خصوصية للذات. بس المشكلة إن خصوصية الذات دي يعني تبقى أمور نسبية، تختلف من واحد للتاني. ونادرا ما بنلاقي خصوصية الذات قدام هوية الجماعة. لأن هو الجماعة أحيانا ممكن تهدده بالقتل، ممكن تهدده بالخروج عن الملة، بحاجات كتير، فبتخلي دايما الذات خائفة. والصوت العربية يعني دعونا نقول إنها ذات خائفة، مش ذات مواجهة دايما للأسف. وده اللي بيفرق بينها وبين الشهيرة، بل هي كانت من الأول كمان إن محدش يقدر، اللي هيقدر يقول يفتح بقه بس كده، لا في السيف. تتعدد أشكال السيف، بالسلاح، بالقمع، بالمصادرة، بالسجن، بأي حاجة ماشي موجود. بس ما كانش زمان في الكلام ده. عند هوشنك الهويات المختلفة حتى
الهويه الاجتماعيه. يعني رشدي بيلعب على الهويه الاجتماعيه اكثر من الهويه الدينيه اللي بيلعب عليها الغرب العمراني. في تحدي الاستاذ الجميل، وانهم يفضحوني ان انا في القاهره وانا مش في القاهره. الحضور هذا الجميل الرائع، سلمنا فاطمه الاساتذه لنزار لمحمد السلطان علي. لا حاجه ثقيله علي والله. وبعدين الكلام الجميل اللي انت بتقوله في الروايه بالرغم من الضغط هذا العجيب. امال لو قرات الاستاذ الجميل هذا الروايه دي اللي اسمها ايه؟ حفله الافغاني سموات ايش؟ يعني روايه لا يمكن تنساها على الاطلاق. تلقائنا اليوم هذا انا سعيد سعاده لا توصف خالص. خلوا الروايه وخلوا ابوها. اشكركم شكرا جزيلا. استاذ احمد عبده كاتب الروايه. طب ثانيه استاذ احمد. اتفضل. موضوع تسرب الصراع بين الهويات. تمام. موضوع تسرب الصراع بين الهويات الى الادب هذا طبيعي ولا يمكن ان تكون دونه. سواء كان هذه الهويات دينيه مسيحيه اسلاميه شيعيه او مذهبيه شيعيه سنيه علويه زيديه اسماعيليه درزيه، هذا لكل مله او طائفه او دين كتابها. وطبيعي سواء الهويه الغالبه او الهويه المغلوبه، الظالمه او المظلومه، هنالك شيء ينبغي ان نكون فيه. او كتاب الهوية الغالبة يحاولون عن طريق الأدب شرعنة وإيجاد فتاوى لهذا الظلم الذي يمارسونه على أنه شيء إيجابي، مثل ما فعل كتاب الغرب ووصفوا الاحتلال الغربي لإفريقيا أو بمناطق الشرق الأوسط على أنه من أجل الأعمار، من أجل التنوير، من أجل الديمقراطية. كتاب تورطوا في هذه المسائل، فلاسفة تورطوا في هذه الصراعات، وهذا يعني ما يخبرنا به التاريخ، والتاريخ خير معلم بالرغم من الزور والبهتان الموجود فيه. شخصيا أنا أحمل قضيتين إنجاز تسميتهما، القضية السورية وهي القضية الوطنية، والقضية الكردية. أنا أدافع عن القضيتين، لكن لا أزعم أبدا بأنني كاتب القضية السورية أو كاتب القضية الكردية. أنا أحاول، مهمتي في هذه الحياة أن في حال شفت أو رأيت أن هنالك تطاولا على الحقيقة أو مسا بها، أحاول البحث عن مدخل آخر في السعي نحو هذه الحقيقة، وأنتصر دائما للمظلومين. المظلومين يعني التي ظلمتهم السرديات التاريخية مثلا يعني أتى الأستاذ غربي على وشهادة أعتز بها يعني وأفتخر بها على رواية الأفغاني سماوات قلقة. عدت وأزعم بأنني عدت إلى منطقة عمياء في التاريخ الإسلامي وهي معركة النهروان. السردية الشيعية والسردية السنية تختلفان في كثير من القضايا، حتى في النص، حتى في القرآن، لكن تتفقان على ذم هذه الجماعة بوصفهم خوارج مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. أنا عدت إلى هذه الواقعة التاريخية وزرعت شخصا وهميا لكي يعيد إلينا صياغة هذه الحادثة بطريقة مختلفة ترفع القداسة عن علي بن أبي طالب، تدفعه باتجاه الأنسنة. علي مثلنا، ينام يصحى يحب ياكل يروح يقضي حاجة، شأنه هو ليس ملاكا. وبالتالي مسألة توثيق الهوية وتوثيق الشخصية وهذه الحالة من الوثنيات والأصنام الموجودة في السياسة وفي الثقافة وفي القوميات، أزعم بأنني أحاول الاشتباك معها أدبيا داخل الرواية.
شكرا جزيلا. الموضوع في اساسه العلم والسيطره اللي هي النهارده العولمه، ولذلك احنا كثر الكلام في مساله الهويه في المجتمعات العربيه لما طغى موضوع العولمه اكثر. يمكن ما كانش موضوع الهويه ده مطروح قوي في الستينيات او في الخمسينيات، ما كانش مطروح قوي، هو ظهر في الحقيقه بدايه الحوار عن الزمانين المختلفين في الروايتين لمناقشه قضيه الهويه رجعني لروايه قنديل ام هاشم. قنديل ام هاشم رغم ان هي اربعينات ورغم ان هي بتتكلم عن احداث قبل الاربعينات يمكن ب 10 سنين او 15، هي بتطرح منظور مختلف للهويه. ابتديت احس دلوقتي في المناقشه ان هي واخدانا لقدام في المناقشه، يعني بعيدا عن قضيه الهويه، مش عايزه اقول العرقيه او المذهبيه او يعني الكينونه احنا قلنا بس اكتر من اجمل ما انا قرات ما حلمي واعر وبنبارك له على اكثر مبيعا الاعمال مبيعا في روافد. اتفضل. انا مش هطول كتير عشان الوقت، بس فكره موضوع الندوه وربطه بالعمليين وزي ما قال الاستاذ عيد ان هم اعمال تاريخيه، وللاسف بيروج حاليا، وده مش حقيقه، بيروج حاليا ان الروايه التاريخيه بقت اصبحت روايه سيئه السمعه وروايه اللي هي من الادب درجه ثانيه وما الى ذلك، لكن الروايه التاريخيه الحقيقيه ايوه ليها معاييرها الخاصه علاقه بالنشر الاستاذ اسلام. يعني هنا النساخ هو الوراق بتاع الروايه الصح، كل واحد بادوات مختلفه. دور النساخ زمان ده كان مرعب جدا في المنطقه، لان هو اللي بينشر الافكار وكتابه، ودايما هو في حاله، وطبعا ما ينساش دي كتابه المنشورات. يعني حتى لغايه دلوقتي بينظر لاخوان السفر ال 41 رساله المشهورين دول، ان دي كانت حاجات من ورا الحكومه، فكره المنشورات اللي هي الثورات، دايما يبقى فيه منشورات. وبعدين اللي بيثبت هذا الكلام ان جمهوريه افلاطون في الترجمات، لما كان في ترجمات في العصر العباسي او كده، لم تنشر بالشكل الحكومي، دي نشر اللي هنا مع اختلاف الاسماء. الدقيقه يعني انا هتكلم في بعض نقط على اتفضل. يعني فكره الاول انا بشكر اختيار السؤال والعاملين، ويعني الاثنين الكتاب والناقد بصراحه. انا شاغلني قوي كان سؤال هو الناس دي عايزه ايه جوه؟ بيدوروا على هويه. فانا متفق جدا مع الكلام اللي قاله حلمي، لانه البحث عن الانسان بوصف الحريه هويه او الهويه الاهم. ما استخلصته اول استخلاص هو ان في النصين في عمليه قفز على كل الحدود، سواء كانت هذه الحدود الهيه او بشريه، جغرافيه او تاريخيه او في قفز. ممكن تكون الروايه اليمنيه، الغرب عمران عايز يقول لنا ان الحاضر صوره من الماضي، وان ما يحدث بين الحوثي او بين الشيعة والسنه هي صوره موجوده، وبمنظور امل نقول لا تحلموا بعالم سعيد فخلف كل امام هيموت هيجي امام، مش هنقول قيصر، في امام طول الوقت، وامام بيحارب امام، وهو عايز ينتصر لجوزر على كل هذا، على الام اليهوديه والاب المسلم وعلى الهويه والحدود هناك فرهاد بيعمل نفس الامر، بينتصر بده. السؤال اللي بعد هذا المضمون، الفن عامل ازاي؟ ده سؤال خطير. يمكن احنا بس عشان بنطرح سؤال مضموني اللي هو الهويه، لا انا عايز اتكلم عن الفن حقيقه، وخاصه ان انا في عندي كلام مهم عايز اقوله لهوشنج تحديدا، وطبعا مع فرض استاذيه الغرب عموما عايز اقوله له تحديدا وهو يستحقه يعني النهارده. خلق المعادل، انت لا تطرح الفكره على اطلاقها، هو بيخلق المعادل اللي بيعالج من خلاله. استاذ عايز ابص طرحت سؤال خطير جدا، اشمعنى الام تبقى يهوديه ويستمد من الام؟ ما ده المعادل، هو عايز يحط الاسلام في مقابل اليهوديه ويحار جوزر في النص، خلق المعادل، الشخصيات وخلفياتها العقائديه. هناك هوشنج بيخلق المعادل، البنت الثريه الترزيه والبطل المظلوم جوه بيته الكردي واللي بيطلع برضه. طيب منين بقى تاتي الحلول؟ اول حاجه
الملمح الانساني الشاعري. الملمح الانساني ده اللي هو مؤثر على الغرب عموما طول ما هو بيكتب في حاله من الرومانسيه والشعريه العاليه جدا، لان محتلاه فكره انتصار الانسان وانتصار الحريه بوصفها هويه. هناك عند هوشنك بينتصر نفس الانتصار تقريبا، لانه بيحاول طول الوقت ينتصر لفطره فرهاد وبقيه الناس ويصنع المشهديات التي تلائم ذلك. الظلمه عند الغرب عمران والتي ينتصر فيها الجسد بوصفه احد معابر الحصول على هذه الحريه، بتوازيها هناك مشهد في منتهى البراعه عملوا هوشنك بقصديه ان يتزوج الكردي من الدرزيه برعايه ارثوذكسي، قس ارثوذكسي، وان يذهب الصحافي الباحث عن الحقيقه ليلتقي بصحافي اخر ويجتمعان قرب المقابر في سلام تام ويشربان نخب الموتى. ان يشكك هوشنك في كل المرات التاريخيه، ان يكون غرب عمران ان الفن حل، ان الزخرفه حل، ان هذا البطل في مشهد عظيم عمل اسامه غرب عمران، ان هذا البطل وهو يتعاطى مع حروف المصحف يرسم البدن وهكذا. اذا هو في محاوله طول الوقت مع الاتفاق ان في رحلتين متشابهتين، في محاوله طول الوقت لانتصار هذا الانسان. تفرعت السبل بالغرب عمران بقصديه انه يبدا يتناول سرديات اخرى غير سرديه جوزر لينتصر لها. تفرعت السبل بهوشنك بقصديه لينتصر للهويات الاخرى، على سبيل المثال الكونغوليين مقابل البلجيك، الاكراد، حتى هو يدين كل زعماء، هو يدين كل اشكال السلطه. هو يعني أنا سعيد جدا بهذه الآراء، في ظني وتقديري أنه ينبغي للنص أن يكون مؤثرا، أن ينطوي على طاقة تأثيره ويغير في البشر، أن يوردهم. وأنا ذكرت في الرواية مبني للمجهول عبر شخصية، أيضا شخصيات الكاتب متعددة، أنه الحياة بوصفها ورطة. نحن عنوان كتاب وهو متخيل يعني، نحن نتورط في الحب، نتورط في الكراهية، نتورط في الصراعات، نتورط في الكتابة، نتورط في القراءة، نتورط ونعيش ونحن نتورط ونغادر. وأيضا في المنطقة الأخرى وفي الضفة الأخرى من الحياة أيضا سنبقى نتورط ونشتبك مع الأسئلة. في هذا العمل مبني للمجهول، شيرين هو اسم كردي وفارسي. مسألة تحليل الأسماء التي في تقديري ينبغي التعريج عليها أيضا نقديا. فرهاد وهو اسم كردي وفارسي. لا يوجد هنالك فرهاد في مصر، لكن يوجد عشرات الآلاف في شيرين في سوريا وفي مصر وفي لبنان وفي كل المقلاع، ربما في اليمن أيضا يعني. فهو اسم مشترك، واسم مشترك يعني بين شيرين الدرزية من عائلة أرستقراطية، وفرهاد الفقير الذي تطورت شخصيته من شخص أمي بائس مراهق إلى شخص يعني تقال عنه الشائعات والمرويات متعددة. تزوجا وأنجبا طفلا. القابلة أو الداية أو تسموها إيه هنا في مصر كانت أرمنية، وأطلقت على المولود اسم اسمه. والآرام أيضا هو اسم كردي واسم أرمني، بمعنى بالكردية بمعنى الصبر والسكينة والهدوء. لكن حياة آرام لم تكن هادئة، ولم يكن من اسمه يعني شيء حتى يعني من دلالات الاسم. بمعنى درزية كردي أنتجوا طفلا لم يطلقوا عليه اسما عربيا أو اسما كرديا، أطلقوا عليه اسما أرمنيا. وهذا التلاقح الذي أتيتم على ذكره فيما يتعلق بالهويات، فيما والحاضنة السريانية والراهب السرياني الذي ينقذهم ويغني ويمنع قتل الطير، أنه لا تقتل هذا الكائن، يعني أنت مثله، أنت مثل هذا الطير نازح، وأبوك يعني رحلة النزوح من الشمال إلى الجنوب، والآن من الجنوب إلى الشمال، من بيروت إلى حلب، إلى حيث استقر في حلب، وحلب هي من هي. والأغنية
الأغنية التي قالتها فيروز يلي رايحين على حلب حبي معاكم راح يا محملين العنب تحت العنب تفاح. هاي الأغنية التي تتكرر والحساسية وتأتي الفتاة الأوروبية وتقول أن هذه الأغنية تنطوي على مضمون إيروتيكي يجهله صاحب الأغنية وتوضح له ذلك. كل هذا التعب، كل هذا الجهد، أنا ذكرت مبني للمجهول ونقطة من أول السطر، اقرأوا ومن حيث ما تنتهون عرفوا هي البداية، هي دائما البداية. أشكركم. انا مسؤول عن كلامي. انا هنا والله لو وصلت لكم والله ما عرفت ابحث. انا كاتب فاشل ولا اعرف اكتب ولكنكم سحرة. ما شاء الله.